ازاي بيحصل التسعير في مجال كشوفات الاطباء وعملياتهم والكلام ده؟ سؤال شاغل ناس كتير قوي، وانا كلامي موجه بالاساس للفريق الطبي اكتر منه ما موجه للمرضى. المفروض ان الدكتور في الدول المتقدمه يعني، او المتقدمه طبيا عننا، مصر طبعا دوله متقدمه طبيا، ولكن انا بتكلم في الدول اللي فيها سيستم كامل وتامين صحي شامل، والاطباء معظم شغلهم في العمل الحكومي، ما فيش عيادات خاصه كتير، ما فيش مستشفيات خاصه كتير، يعني زي امريكا واوروبا والدول العالم الاول اللي احنا بنسميها كده يعني مجازا. يعني الدكتور بياخد اجره عن الساعه الشغل، يعني الدكتور بياخد اجره عن الوقت بغض النظر عن المانوفر اللي هو بيأديه. وفي دكتور اجره ممكن يكون بالبلدي، يعني ممكن يكون 20 جنيه في الساعه، ودكتور يبقى اجره 200 الف جنيه في الساعه. ازاي دوت؟ والله لو في هيئه معينه زي النقابة مثلا أو هيئة الزمالة أو هي اللي بتعمل تسعير لكشوفات الأطباء، فهتلاقي في دكتور من الدكاترة المشهورين جدا جدا ما يستاهلش كشفه 20 جنيه، وهتلاقي دكتور من الدكاترة اللي ما حدش يعرفهم وعياداتهم فاضية خالص كشفه يستاهل 30 ألف جنيه. ولكن احنا عندنا التسعير، ومعظم دول العالم كده برضو، مبني على العرض والطلب. يعني الدكتور اللي عليه طلب كتير قوي قوي بتلاقي كشفه غالي جدا، الدكتور اللي عليه طلب قليل ممكن تلاقي كشفه مهاود، مع ان الدكتور اللي عليه طلب قليل ممكن يكون اكثر خبرة واكثر مهارة في مصر. يعني انا بتكلم دلوقتي عن مصر بالذات. يعني هنفترض ان الدكاترة بتعمل تسعير لكشوفاتها تسعير عادل طبقا لمهاراتهم وشهاداتهم وتدريبهم ومستواهم في الشغل وقدراتهم على انهم يشتغلوا حاجات معينة ما بيشتغلهاش غيرهم من الأطباء الزملاء. فإحنا عادي جدا إن أنت تلاقي دكتور بيعمل العملية بتاعته ب 200 ألف جنيه، ودكتور تاني بيعمل العملية بتاعته ب 20 ألف جنيه، ودكتور تالت بيعمل العملية بتاعته ب 2000 جنيه. ده طبيعي لو افترضنا إن ده نايب، والتاني ده أخصائي، والتالت دوت استشاري، والرابع اللي هو غالي قوي 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 ده ممكن يكون استشاري في السب سبيشاليتي دي بالذات. يعني هو بيشتغل الحتة دي بالذات، اللي هو حتى الاستشاريين اللي قدوا في السن ما بيشتغلوهاش بنفس المهارة وبنفس الكفاءة. فالفروقات دي المفروض انها فروقات عادية، ودي برضو حاجة المفروض انها ما تزعلش ولا تقلق. ولكن في دكاترة كويسين جدا 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 كشوفاتهم وعملياتهم في المعقول خالص في الأقاليم بعض الأماكن البعيدة عن القاهرة، وممكن يكونوا أحسن كمان من دكاترة القاهرة. ولكن هي مسألة العرض والطلب بتتحكم في الموضوع بشكل قوي جدا في الدول بتاعتنا.